والله انتوا خسرتوا في الماتش عشان مصر فقراء، عشان الشباب بتاع مصر فقير معهوش فلوس ماني. عايز الحق اي شاب صغير. انتوا خسرتوا ليه؟ منتخب خسر ليه؟ تعالى السؤال المهم، خسر عشان انت مصري فقير، عشان مصر فقيره، عشان ما فيهاش شباب، فيها شباب بتتدلع، ما فيهاش شباب رجاله عايزين يطلعوا يعملوا حاجه. انت لو معاك 500 جنيه وانتوا مليون شاب في مصر، مليون شاب حطوا 500 جنيه حوشوهم في الشهر ب 500 مليون، يعني في السنه ب 6 مليارات، في السنه ب 6 مليارات. يعني لو كل شاب في مصر حطوا 500 جنيه في الشهر، في السنه ب 6 مليارات جنيه داخلين مصر جوه مصر. هم عندهم بره مصر عندهم فلوس، معاهم فلوس، العيال الصغيره بتعمل مليارات وانت قاعد. عشان كده اتغلبتوا، عشان كده لعبوا ايه؟ لعبه الماتش. الشاب عايز يفهم، اي شاب سنه صغير سنه كبير عايزه يفهم ان هو لازم يكون عنده وعي مالي، تعرف فلوسك بتروح فين، تعرف فلوسك بتروح فين، تعرف انت تقدر تعمل ايه بفلوسك كمان 10 سنين. انا ما بقولكش تبقى غني بكره، ما بقولكش تبقى غني بعد شهر ولا بعد سنه، انا بقول لك كمان 10 سنين بص على نفسك هتكون فين. لو قدرت انك انت تحط 500 جنيه ادخار في اي حاجه، في سهم في السهم في اي شركه، تشتري سهم في الذهب ب 500 جنيه بس، تقدر بعد 10 سنين يكون معاك مبلغ. المبلغ ده بيكبر عشان انت اشتريت بيه حاجه، المبلغ ده بيكبر عشان انت اشتريت بيه حاجه. لازم تعمل فلوس، لازم تبقى شاب معاك فلوس، لازم تكافح. فانت ما تفتكرش انت لو عايز بقى تاخد حق المنتخب ما لحقش نفسه، قسما بالله بعد 10 سنين اشوفك في حته مختلفه عن اللي انت فيها. لو ما سمعتش كلامي، اي حد سنه صغير لو ما سمعش كلامي اللي انا بقوله والصح اللي انا بقوله له، اي حد سنه صغير قسما بالله بشهد لك يا ابني، انا من 10 سنين كنت فين ودلوقتي كنت فين. انا ما عملتش حاجه، انا زيك، انا لسه ما عملتش حاجه، انا لسه اول بدايه ليا. اول 500 جنيه بحطهم في ذهب، بحطهم في سهم في شركه بتملك بيهم حاجه. اول 500 جنيه انا بادئ زيك، ما عنديش اي حاجه، فاهم ازاي؟ انا لسه زيكم. انا بقى كبير في السن بس عايز الحق اي شاب صغير، الحق اي شاب صغير، عايز الحق ابنك، عايز الحق ابنك بنتك، اي شاب صغير. اقول لك اللي ممكن بعد 10 سنين يكون ملكك، معاك بنت، معاك حاجه منك. يعني بعد 10 سنين من دلوقتي انت لسه اول 500 جنيه احطهم زيك. يعني انت بقول لك ابدا ب 500 جنيه في الشهر. انا بخاطب الشاب، انا عايز الحق الشباب، عايز الحق الشباب اللي عندهم 16 سنه و17 سنه و21 سنه و22 سنه والصغيرين اللي زي دول. الشباب دي هتضيع، الشباب دي مش هتعمل، الدنيا هتبوظ معاهم. صدقني الشباب دي هتتعب، الشباب هتتعب والله. يعني المفروض ان انت بعد 10 سنين هتكون فين؟ انت كشاب صغير عندك 17 18 سنه 16 سنه، بعد 10 سنين انت هتكون فين؟ هتكون فين بعد 10 سنين؟ محدش شايف نفسه، محدش شايف نفسه بعد 10 سنين، صح؟ لو فضلت زي ما انت وما سمعتنيش وما سمعتش كلامي هتفضل في نفس المكان وهتفضل في نفس الحياه بعد 10 سنين. ايا كان سنك، لو سنك كان صغير خلاص. جدع، انا عايز حد يسالني تفهم ان انت لو سنك صغير تقدر تعمل، ولو سنك كبير تقدر تعمل. انا بقول لك انا لسه بادئ، لسه يا دوبك اول 500 جنيه زيك احطهم. بقول يا مسهل، يعني انا مستني بقى، انا مش عايزهم يكسبوني بكره، انا عايز بعد 10 سنين يكون معايا حاجه. يعني انت تقدر تشتري ذهب، بعد 5 سنين كل شهر. تقدر بعد 5 سنين يعني كل شهر تحط 500 جنيه تشتري ذهب. تقدر تشتري سهم في بنك السي اي بي، تقدر تشتري سهم في شركه طلعت مصطفى، تقدر تشتري اسهم في كل حته، في كل الشركات اللي حواليك. يعني الشركات دي متقسمه على اسهم، فيها اسهم، الشركات دي فيها اسهم يا رجاله، تقدر تشتري اسهم في الشركات دي، انت فاهم؟ فدلوقتي كل شاب ياخد باله. انت عندك 16 سنه، عندك 17 سنه، عندك 20 سنه، عندك برافو عليك، عندك كام سنه؟ وانت بتتفرجوا على الماتش اول امبارح كان في عيل عنده 14 سنه بره مصر، لا ولا شغل باله ولا ليه دعوه بالكوره خالص، فتح شركه، عيل قدك واصغر منك فتح شركه ب 18 مليون دولار. عيل عنده 14 سنه، عيل صغير فتح شركه. انت لسه ما فتحتش حاجه، ما عملتش حاجه. هو بدا عمل ايه؟ ليه بقى؟ عشان انت لا، عشان انت وعيك مفيش وعي.
انت متروك عليك، عندك الوعي، عندك 16 سنه، عندك 17 سنه، عندك 20 سنه، عندك 25 سنه، انت لسه صغير تقدر تعمل حاجه. تعمل حاجه بسيطه. جاب الفلوس منين؟ سؤال حلو خالص. جاب الفلوس منين؟ اقول لك يا باشا يا رجاله، هو اصلا الولد وهو قاعد على موبايله ما بيعملش حاجه، فتح الشركه وهو على موبايله، عمل تطبيق وهو بيذاكر وبينجح، الولد عنده 14 سنه، تحس ان هو مش فاهم حاجه، بس لا هو فاهم، هو فاهم بيعمل ايه. دلوقتي عندك السن بتاعك ده سن جميل جدا. هو احنا لما خسرنا الماتش والله اي حد سنه صغير ما عنده مشكله، الشاب لو قدر يدخل النهارده 500 جنيه، لو قدر يحوش 500 جنيه النهارده، والله العظيم بمليار دولار انت وعيك متروك عليه. انت دلوقتي لما بتقعد تتفرج طول النهار على المسلسلات وعلى التلفزيونات وعلى الكوره وعلى كل حاجه، انت اسمك مستهلك، اسمك مستهلك، يعني انت بتستهلك، لكن انت مش منتج. ما تعرفش تعمل حاجه في البلد، لازم تعمل حاجه في البلد. انت سنك صغير، بقول لك حط 500 جنيه هتحطهم في تطبيق اسمه ساندرا. التطبيق ده بيدخلك تقدر تشتري ذهب كل شهر 500 جنيه. انا كان نفسي الاقي حد يلحقني، دلوقتي ما لقيتش حد يلحقني. فانت لو 16 سنه الحق نفسك، 17 سنه الحق نفسك، 20 سنه الحق نفسك، 22 الحق نفسك، 25 الحق نفسك، لو 25 او 30 الحق نفسك. اول 500 جنيه ابداهم مع التطبيق ساندرا، هحط لكم اللينك بتاعه في الفيديو، تمام؟ اي حد يلاقي التطبيق يحمله. ال 500 جنيه لو قدرت انك تحوشهم في الشهر، صدقني 500 جنيه اول ما تبدا تحوش 500 جنيه بس كل شهر لمده سنه، لمده سنتين، لمده 3، هتبص تلاقي نفسك بتعمل مبلغ. انت نفسك لو اتعودت على الادخار وتعودت على التحويش لوحدك كده عملت نتيجه محترمه، كده كله يسقف لك. لو اتعودت على التحويش، ابنك لو اتعود على التحويش دي حاجه محترمه. انا عايزك تبدا بس تحوش، عندك 16 سنه كلمني اقول لك تعمل ايه. بعد ما تتم ال 18 ممكن نخش على حاجات ثانيه اعلى. تعرفوا ان احنا ممكن نشتري اي حاجه لو احنا شباب اتجمعنا مع بعض. يعني مليون شاب، احنا عندنا 19 مليون شاب في مصر. 19 مليون شاب، 19 مليون دول لو كل واحد 500 جنيه عارفين بكام؟ المليون الواحد في السنه ب 6 مليارات، يعني ب 105. انت ممكن تشتري مدرستك وانت بتدرس، انت ممكن تشتري مدرستك ب 500 جنيه وانت بتدرس، انت ممكن تشتري الجامعه وانت بتدرس، انت ممكن تشتري يا باشا تطبيق اسمه ساندرا، بتخش عليه بتلاقي الجامعه بتاعتك محطوطه في اللينك. اسمع بقى اشتري مني. 2012 يا جماعه اتعرض عليا فرصه ان انا احط 200 جنيه في شركه انفيديا، كان زمانهم دلوقتي معايا مليون جنيه ب 200 جنيه بس في 2012. انا عايز الحقك اقول لك انك انت في 4 سنين تقدر تعمل 2 مليون جنيه. ما تسالش عليها، انا عايزك تحط ال 500 جنيه دول ما تكونش محتاجهم خالص. ال 500 جنيه دول هتحطهم ما تكونش محتاجهم خالص لمده 10 سنين. سؤال ممتاز. دي بورصه مصريه ليها امضاء من مين؟ من اعاده البنك المركزي. جهه حكوميه. لا هو بيتعاقد معاهم في البنك يا عم، الناس دعوه واحده، هو بيتعاقد في البنوك، انت بتتعاقد معاهم. انت بتتعاقد انت في السكه دي؟ انا بتعاقد الحمد لله. انت بس في اثبات، في اثبات فلوس معاهم وكل حاجه، وفلوس اثبات بتنزل وكل حاجه، في كل حاجه. يا ابني بورصه مصريه، انت لو مش فاهم اسال بعد عني، اسال بعد عني، اسال عن بورصه مصر. والله بعد 10 سنين اللي هيفهم كلامي ده هيبقى ناجي من اي تهلك. بعد 10 سنين عندك كام سنه؟ عندك كام سنه؟ ما تسمعش كوره يعني. عارف ليه بقى؟ اقول لك ليه؟ لانه بيتلعب بوعيك. اما هم ما بيسمعوش كوره، بقول لك اللي عايز يفهم، اللي مش عايز يفهم والله بعد 10 سنين هيفهم. يعني حاجه بكره ما بقاش فيه حاجه اسمها فدادين ولا ارض زراعيه اساسا، ده بكره كله هيبقى الات، وبكره كله هيبقى التكنولوجيا، بكره كله هيبقى الشباب. لو متعلم ومعاك برمجه، معاك ذكاء اصطناعي، معاك اي حاجه متعلمها، انت كشاب بكره هيبقى هو ده دورك. انما بكره ما فيش اراضي زراعيه، بكره ما فيش حاجه اسمها ابيع الوطن واتجوز، اصلا مش هيبقى في حاجه اسمها كده. اصلا بكره حاجه ممتازه قوي انا اقول لكم عليها. الشباب بتاعت مصر كلها لازم تقف جنب بعضيها. بقول لك المليون شاب ب 6 مليارات في السنه، ب 500 جنيه في الشهر. ماشي، مش عايز يفهم يبقى يواجهني، انا فاهمني. انا مش هتتجوز بس امتى؟ انت عندك 17 سنه بتفكر في الجواز، عندك 17 سنه بتفكر في الجواز، عنده 17 سنه بيفكر في الجواز، هيجنني. يا عم اصبر، اقول لك يعني اعمل مستقبل وبعد كده اتجوز. او كله هيطلق لو معكش فلوس، انت فقير. ده جميل، ده جميل احسن بكتير من انا. لا الراجل ده سؤاله حلو، لان المضاربه انا باخد نسبه قليله، باخد نسبه قليله.